السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الكيكه ديال المول العجيب بنكهه البرتقال. كتجي زوينه وهشيشه وناجحه من اول تجربه. نتمنى انكم تبقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وكما العاده الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، ما تنسوش انكم تشتركوا معي في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. بالنسبة للكيك فانا غادي نحتاج هنايا 3 ديال البيضات اللي كتكون بدرجة حرارة المطبخ. غنضيف عليها قبيصة ديال الملحة، كاس ديال سكر سنيدة، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، وقشور اولا زيت ديال الحامض اولا ديال البرتقال اللي كان متوفر عندكم، وجوج ديال الخمارات من فئة 8 غرام اي مجموعة 16 غرام، والدقيق على حسب الخليط. فانا هنايا احتاجت تقريبا زلافه مع مراش ديال الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق. غادي ندوز هنايا باش نحضر الكريمه اللي غادي ندير في المول اولا فوق الكيكه ديال المول العجيب. احتاجيت هنايا جوج كيسان كبار ديال الحليب، وضعفت معاهم 3 المعالق كبار ديال سكر سنيده. غادي ندير 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير، وغادي ندير فلون بنكهه البرتقال. صافي، ونوضع الكل على البوطه حتى كيبدا يعقد ليا شويه الخليط
عاد كنزولو من فوق البوطة. كما كتشوفوا هنايا هو الشكل النهائي ديال كيكه المول ديالنا بنكهه البرتقال. كتجي بارده منعشه وهشيشه، كتعجب الصغار والكبار. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم ومن لي لايك، وخليتكم على خير. على بروشين فيديو ان شاء الله.